قصتنا النهاردة بقلم الكاتب محمد عصمت. يلا نشوف قصتنا النهاردة بتقول ايه. في يوم ما اتولدت وانا بسمع المخلوق الشرير اللي ساكن في الأوضة اللي جنبي. لما كنت صغيرة كنت فاكراه صاحبي، كنت بخبط له على الحيطة علشان يخبط لي تاني واضحك. كنت بسمع ساعات أصوات وهمهمات مش مفهومة من ورا الحيطة. لما كنت صغيرة كنت فاكرة انه موجود عشان يحميني من كوابيسي المرعبة، لكن لما كبرت شوية بدأت أخاف منه. بابا كان مصمم إن مفيش أوضة الناحية التانية من الحيطة، وكل ما الوقت يمر كنت بتأكد إن الشيء اللي على الناحية التانية من الحيطة شيء شرير ومش ممكن يكون صاحبي. بعدها بدأت أسمع الأصوات، خدش، آهات، صريخ. بدأت أخاف فعلا. لما بقى عندي 8 سنين صرحت بابا إني بخاف من المخلوق ده أيا كان هو إيه. كنت خايفة يحفر في الحيطة ويدخل الأوضة عشان يقتلني. ماما ضحكت وقالت لي دي فرانة عايشة جوه الحيطة مش أكتر. رفضت تسمعني أو تصدقني. بابا ابتسم وهو بيحضني عشان يطمني، قال لي إن ماما عندها حق، بس طلب مني ما اخافش لأنه جنبي وبيحميني طول الوقت. من بعدها كل ما اسمع اي اصوات جوه الحيطه بصرخ وانده على بابا، وهو في اقل من ثواني بيكون عندي في الاوضه. كنت بخليه يسمع صوت الخبط والصريخ، فكان بيخبط بايده على الحيطه وهو بيقول بصوت عالي اسكت احسن لك. فورا كان الصوت بيسكت تماما. كنت بحضنه وابتسم له وانا مطمنه ان طول ما بابا معايا مفيش حاجه هتقدر تاذيني. لما كبرت شوية بدأت أحكي لصحابي عن المخلوق اللي عايش جوه الحيطة، وما كانش حد منهم مصدقني، لحد ما مرة طلبت منهم يجوا يباتوا معايا يمكن يسمعوه. وفعلا وافقوا وسهرنا نتكلم، واتفقنا ان اللي عايش جوه الحيطة ده ممكن يكون شيطان غضبان محبوس ورا الحيطة وعاوز يخرج. قعدنا نتكلم ساعات لحد ما فجأة صوت الخدش والحفر ما بدأ. خبطت على الحيطة بإيدي زي ما بابا بيعمل وصرخت زيه اسكت أحسن لك، إذا كنت أنت ميت فإحنا عاوزين نعيش هنا. ضحكت أنا وصحابي بسعادة على شجاعتي، لكن اللي ما كنتش أعرفه إني كنت كده بغيظه أو إني تسببت إن هو يغضب. فجأة بدأ حد يخبط على الحيطة زي المجنون. الصوت المرة دي كان أعلى من أي مرة. خفنا وصرخنا علشان ننده على بابا. بابا جه فورا. أصحابي كانوا خايفين جدا وطلبوا من بابا يرجعهم بيوتهم عشان هم خايفين. بابا سابني في الأوضة لوحدي وراح يوصلهم لبيوتهم. كنت سامعة الخبط والصريخ والخدش. كنت خايفة جدا وأنا في الأوضة لوحدي. فرق بيني وبين الشيطان الشرير حيطة واحدة بس. سمعت صوت عربية بابا وحسيت بيه بيجري عليا علشان يطمني. حضني قوي وأنا بعيط وبقول له بخوف هو لسه جوه الحيطة يا بابا، هو لسه جوه. خبط بايده على الحيطه وهو بيصرخ كعادته اسكت احسن لك. حضني قوي وسابني اعيط. كنت خايفه اكون مجنونه ويكون كل الاصوات دي في راسي انا بس انا متاكده اني من صغري بسمع الخدش والخبط على الحيطه. لما كان عندي 16 سنه فاكره اني صحيت في يوم على صوت صريخ عالي جدا، عالي لدرجه اني لازم يكون كل اللي في البيت سمعوه. صرخت علشان انده على بابا، جه يجري وحضني وانا بترعش وبساله سمعت الصوت يا بابا؟ بابا بصلي بعلامه استفهام كده، ازاي ما سمعتش الصوت ده يا بابا؟ لازم تكون سمعته. حضني وبسني وهو بيقول لي طبعا سمعت الصوت يا حبيبتي، بس ده صوت بومه مش اكتر. قلت له بخوف لا يا بابا الصوت جاي من ورا الحيطه. قال لي حبيبتي. قطعته بابا من فضلك. اتنهد وهو بيقول لي انه هيقعد جنبي عشان يتأكد من الاصوات دي ويسمعها معايا. وطبعا زي ما انتم متوقعين مفيش اي صوت حصل طول الليل. من بعد الليلة دي ما سمعتش الصوت مرة تانية. الصوت وقف تماما. كنت عارفة ان الشيطان موجود، كنت عارفة انه هنا وهيجيلي في يوم من الايام تاني، كنت عارفة انه مش هيسيبني. وزي ما توقعت الصوت رجع تاني، بس في الحقيقة المرة دي كنت مفتقداه مش خايفة منه. رجع زي ما اختفى وبنفس الترتيب. في البداية صوت زي صوت الزئير المكتوم، صوت زي صوت صريخ مكتوم، صوت خبط من بعيد، صمت، وبعد كده الخدش او الحفر. قلت لبابا مرة عن صوت الخدش واني متوقعة ان الشيطان هيحفر الحيطة ويدخل الأوضة يقتلني. ضحك وقال لي
مفيش كائن مهما كان يقدر يحفر حيطة بالسمك ده مهما كانت قوته ايه. هو اللي باني البيت بنفسه وعارف ده كويس قوي. حضني يومها ووعدني هيفضل هنا علشان يحميني طول الوقت مهما حصل. انا كنت هروح الجامعة كمان سنة. قررت استحمل ال 12 شهر اللي فاضلين بأي طريقة. لما الصوت رجع تاني بنفس الطريقة بابا هداني بنفس الكلام ووعدني نفس الوعود. بعدها بفترة كنت سهرانة في بيت واحدة صاحبتي. ماما كلمتني وهي بتعيط وطلبت مني ارجع فورا. صوتها وهي بتعيط وطريقة كلامها خلوني لازم ارجع عشان اشوف ايه اللي بيحصل. سقت عربيتي ورحت، لكن قبل ما اوصل بيتي بحوالي 5 بيوت بدأت الاحظ حاجات غريبة بتحصل. عربيات الصحافة، قنوات إخبارية كبيرة، عربيات شرطة، عربيات إسعاف، عربيات قوات خاصة، كلهم قدام بيتنا. كان لازم أعرف. أكيد الشيطان فتح الحيطة وخرج وقتل بابا. ركنت عربيتي من بعيد وجريت وسط الناس دول كلهم. قلت للظابط اللي على الباب إني بنت صاحب البيت، فخلاني أدخل. في غرفة المعيشة اللي جنب أوضتي كان في باب سري مفتوح ورا خزنة كبيرة ما كنتش أعرف بوجوده قبل كده. ما كنتش شايفة كويس من كتر الضباط والناس اللي واقفين على الباب. جريت من وسطهم قبل ما حد يقدر يمنعني ودخلت الأوضة السرية وشفت كل حاجة. وسائل الإعلام والجرايد بتقول على بابا إنه قاتل متسلسل. بعد اللي شفته في الأوضة أعتقد هو ده الوصف الصحيح. على الحيطة كان متعلق سكاكين كتير كل الأحجام وكل الأنواع، أدوات تعذيب أعرفها وحاجات معدنية أول مرة أشوفها، أحبال كتير وبقر من كل الأحجام. في نص الأوضة السرية كان في ترابيزة معدنية مليانة دم ناشف. أسوأ حاجة كانت الحيطة اللي بين أوضتي وبين الأوضة السرية دي. الحيطة دي منحوتة عليها جمل صغيرة منحوتة ورا بعض بالترتيب، 60 رسالة بالظبط محفورين على الحيطة. هو ده سبب الخدش اللي كنت بسمعه كل يوم. بابا كان بيحفر الكلمات الأخيرة لضحاياه قبل ما ينتهي من تعذيبهم وقتلهم. ومع نهاية قصتنا عرفنا ان البنت دي دلوقتي بتتعالج في مصحة نفسية، بس حالتها للأسف مش بتتحسن. مهما ادوها أدوية وعلاج بتشتكي إنها سامعة صوت الحفر والخدش، ومهما غيروا لها الأوضة كانت بتشتكي من نفس الشكوى. والأب اتحكم عليه بالإعدام، والأم منهارة نفسيا وسابت البلد ومشيت. خافت إن الناس يقتلوها. السبب مش واضح إذا كان مجنون أو مختل ولا هو قاتل مأجور حد بيأجره عشان يعمل كده.